كفي 4 رتل اهو. اهو باينين اهو. نفس الكلام نفس الكلام، الحمام عطشان اهو، نفس الكلام نفس الكلام اهو يا جدعان. مية مية زي ما انتوا شايفين. ادي مثلا المسقه برضو اللي حطيناها، اوعى اهي، حط برضو ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برضو حبايبي في الغوايه، طبعا متاسفين على التاخير، كان عندي حاله وفاه، ويا ريت الناس كلها تدعي لستي بالرحمه. بص على الله. طبعا زي ما احنا عارفين يا جدعان، الحمام ملوش دعوه ولا بالشغل ولا بالعزا ولا باي حاجه. الحمام ده روح، طالما ربيته لازم تاكله وتشربه تحت اي ظرف. طيب احنا دلوقتي يا جدعان جبنا دواء بيطري طارد للديدان، وركز معايا في الموضوع دوت وما تجريش الفيديو عشان تفهم كل حاجه. في فرق بين قاتل، وفي فرق بين طارد، وفي فرق بين مطهر. اما تيجي تعمل مطهر معوي حاجه، ولما تيجي تعمل حاجه اسمها طارد يعني بيموت ويطرد. يعني هتبص لا مؤاخذه تلاقي في الارضيه دود خارج من بطن الحمام. طب ده فايدته ايه؟ فايدته في كل حاجه. ده بينظف المعده لفرد الحمام، اذا كان كبير، اذا كان زغلول، اذا كان قص. لو قص هيساعد النتايه ان هي تبيض. هتبص تلاقي الحمام ابتدى ان هو يشتغل عشان ما بقاش فيه ديدان في بطنه. طيب هيعود على الحمام في الصحه في كل حاجه، في الصحه في كل حاجه. زغلول، حمام تحتيه زغاليل بيزق، حمام لسه ما اشتغلش، شبابات زغاليل صغيره بتاكل وبتشرب ببقها، مية مية. حتى في الدكوره لو بتاكل الحمام حصلته مليانه وهو مشقوف فاكيد عنده ديدان. طيب احنا جبنا ب 20 جنيه اسكا زين. اسكا زين ده بودره او مسحوق بيطري ب 20 جنيه. طيب ده بتستخدمه ازاي؟ معلقه صغيره على رتل ميه، معلقه على رتل ميه، عشان الفيديو برضو ما يطولش عليكم يا جدعان. هتيجي تقول لي يعني ايه رتل ميه؟ هقول لك يعني نجيب الازازه بتاعتنا الكبيره اللي احنا بنشرب فيها، ازازه البيبسي الرتل، وتبتدي ان انت تسقي الحمام. ده هيكفي 4 رتل اهو. اهم حاجه يا جدعان الميه تكون نظيفه، الميه تكون نظيفه. قلب كويس. طيب ده الحمام بيشرب منه مره واحده. بمعنى ايه مره واحده؟ يعني هي ساقيه واحده. يعني ايه برضه ساقيه واحده؟ يعني هاجي كده اهو عامله المسقه دي، والمسقه دي مسقه صغيره اهي اهي، واكون انا من بالليل قالب المسق وغسلها، واجي اقوم حاططها للقص كده اهو. طبعا هم هيخافوا يمدوا بقهم في الميه، ما علينا. هنحط المسقه كده ونسيب الحمامتين اهو اهو باينين اهو. تمام تمام. هقعد الف على الحمام بالمسقه دي. يعني ايه؟ عشان برضو الفيديو ما يطولش عليك، الفيديو ما يطولش عليك. هاخد انا كده المسق الكبيره بتاعتي اهي اهي،
اخد المسقه اللي نضيفه مغسوله نضيفه اهي، واقوم عامل كده. لنتي بقى، لتكوره، لكل حاجه اهو. احطها هنا كده. بص صور كده الحمام على الناحيه دي. الحمام بتاعي اللي طياره كده. بص حمام اللوف بتاعتهم كده. حمام اللوف يا جدعان طاروا ركب العيال اهو لوحده، ما نعرفش يعني. انا مش عارف الحمام جاي ساعه التماسي كده وعايز يطير ويعلى سبحان الله يعني. ما علينا. هتسيب المسقه دي كده عند دول. تمام تمام. هتيجي مثلا مثلا اللي تحتهم برضه نفس الكلام. ايوه مسقه ميه دي. ايوه هات يا عم الحمام اهو. واسيبهم كده يا جدعان يشربوا. يكون مثلا الشخاشنه ايه شرب، اقوم جاي عند دول اهو. مسقتهم اهي، المسقه بتاعتهم اهي مقلوبه اهي ومغسوله. لا احط له كده اهو اهو. شرب و100 فل و14. هنقلها عند حمامتين تاني وهنفضل على كده. هنفضل على كده. طيب دول برضو شربوا خلاص. ننقل للمصطبه اهي اللي فوقيها نفس الكلام. نفس الكلام. الحمام عطشان اهو. نفس الكلام. نفس الكلام اهو يا جدعان. واشيل المسقه من عندهم. والمسقه دي ما بتنقلش مرض يا جدعان، عشان ما حدش يقول لي لو فرد حمام تعبان هينقل المرض. لا احنا بنديهم الساقيه كده ايه خلاص. سيب الحمامه بس تشرب، لان احنا مش عايزين فرد حمامه لما كله يشرب. كله يشرب. كل الحمام اللي في الغيه من زغاليل صغيره لحمام كبير لكان الماني لزغاليل لحمام تحتيه زغاليل، عشان ما حد لينتي مش واخده كوره للشبابات. كل حاجه اديها. اي حاجه اسمها حمامه زغلوله كبيره صغيره اديها. اديها وما تخافش. طيب عشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم يا جدعان. طيب هنعمل ايه بقى بعد العلاج ده؟ بتدي خميره. اديك انت سقيت النهارده كده السقيه دي بتدي خميره. طب بعد الخميره بدي فيتامينات. بروح اقول له اديني كوكتيل فيتامين كده. خد كده انا جايب بره 50 جنيه بقى هاء سيلينيوم على مقويات على فاتح للشهيه على فيتامين ايه على فيتامين بي. هيديك ازازه 50 جنيه 100 100. طبعا دي الكوره يا جدعان.
تخليش حاجه ما تشربش. برضه انا هوريك ان الدكوره ايه هي بتشرب برضه بتاعت الاولى، عشان ابقى انا وريتك الزغاليل، وريتك الحمام الكبير، وريتك كل حاجه، عشان برضه كل حاجه تبقى قدام عينك. ادي الذره كرمه كده، كل حاجه كده برضو تبقى قدام عينيك. طيب انا بس ايه، مش عايز الحمام يطير، عايز الحمام يحط. طبعا الحمام يا جدعان سايب على جوع، سايبينهم على جوع وعلى عطشات بقى الحمام كده. الاسترالي وهو بيشرب كده. انا طبعا مش طالع انش، انا بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم. حمام الاولى ده يا جدعان كده كده، امسك كده بقى، تعالي كده ادي بالراحه بالراحه. انا الحمام بتاع الاولى يا جدعان بياكل في بيبانه. الحمام بتاع الاولى الذكوره بتتكلف في بيبانها، عشان برضه نبقى احنا برضه ايه عارفين ومتفقين يعني. بس انا عشان عايز احططهم. طيب هات هنا بقى لما الحمام يحط كده. بصوا يا رجاله، بعد ما بنديله طارد الديدان، خلي بالك في كذا حاجه بتقتل الديدان. الخل، انت لو جبت ازازه خل ابيض او خل تفاح وكل يوم حطيت على جردل زي اللي احنا بنسقي منه ده، الجردل اللي زي كده غطا، هيبقى 100 100. بص هات الحمام، لو كل يوم جيت على جردل زي كده حطيت ازازه خل تفاح، خل ابيض، قرنفل، في دواء اسمه بيناديكس، ده برضو بطارد للديدان. قلنا نجرب الاسكازين ده، اسكازين اسمه كده. طبعا انا عشان جايبه مفهمني كميه صغيره، قلت يا دوبك ايه يعني، مش جايب علبه ولا الكلام ده، قلت عشان خاطر اجربه معاكم. ادي الحمام، الحمام كله طبعا زي ما انتم شايفين. ادي مثلا المسقه برضو اللي حطيناها، اوعى اهي، حط برضو ايه هنا كده للبول. اقعد بقى ماشي عليهم كده ايه، اقعد امشي عليهم كده ايه، حاجه حاجه. طيب بعد كده بقى قد الخميره، يعني انا اعمل مثلا الحكايه دي الصبح، قد الخميره بالليل. عملت الحكايه دي بالليل، قد الخميره الصبح. برضو ساقيه واحده، ساقيه واحده زي ما انتم شايفين يا رجاله، اللي هو فرد الحمام يشرب تتشال المسقه من عنده. بعد كده قد فيتامينات. خلص الكلام. في املاح معدنيه برضو، رحنا جبنا من عند الصيدليه البيطريه املاح معدنيه. تعالى بقى كده نوري الناس برضو عشان يبقى كل حاجه برضو قدام عينيهم. اهو دي ازازه فيتامينات، كوكتيل فيتامينات اهي، ودي ازازه املاح معدنيه. دي بتتحط سنتي على رتل ميه، السنتي بالسرنجه او بالغطا بتاعها. ودي الفيتامينات. بدي خميره، ولو مش عايز ادي خميره هدي فيتامينات، وبعد الفيتامينات بدي الاملاح المعدنيه. واوعى من قدام الحمام بعد كده، اوعى من قدام الحمام بعد كده. يا رب يكون الفيديو فادك. عدي، يا رب يكون الفيديو مطولش عليكم. ادي الحمام برضو تاني هتلاقيه بيشرب زي ما انتم شايفين يا رجاله. واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.